السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. اليوم بغيت نهضر لكم على الرد السيد عمر هلال ممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة على مداخلة ممثل نظام العسكر الجزائري، واللي كان عبارة عن قصف بدفع ثقيل خلى ممثل العسكر في حيرة من أمره. وقال السيد عمر هلال أمام الجميع في رده على السفير الجزائري: لن يستطيع فهم مفهوم الوحدة الترابية لأن بلده عمرها 60 سنة فقط، وفي المقابل المغرب عمره قرون. الدولة المغربية متواجدة منذ 12 القرن. الدولة المغربية كان لها سفراء في الفضاء الأوروبي في القرن 14 والقرن 15. فين كانت الجزائر؟ لم يكن لها وجود. إذن الوحدة الترابية مقدسة للدول التي عندها تاريخ وحضارة وثقافة، لكن الدول التي خلقت في الستينات والسبعينات ما يمكنش تفهم هذا المبدأ. هذه الكلمات نزلت مثل قذائف عيار 203 ملم الضخمة التي يطلقها أكبر مدفع مغربي الام 110 أجوج. قصف جبهة تاريخي في حق فقراء التاريخ والحضارة، في حق دويلة أنشأتها فرنسا باستفتاء تقرير مصير، ودويلة استفادت من اقتطاعات فرنسية لأراضي ليبيا وتونس والمغرب ومالي. وكيف لا، هي كان اسمها الجزائر الفرنسية. الجزائر كانت عبارة عن مدينة وجعلت منها فرنسا دولة جلست فيها أكثر من قرن من الزمن. وقبلا كانت عبارة عن أراضي ساحلية عثمانية جلست فيها 4 قرون. عجبني بزاف السيد عمر هلال في هذا الرد الناري، وهو ديما معودنا على القصف نظام الحظيرة الذي يحكمه العسكر، نظام باغي يخلق من عدم هوية وتاريخ مزور، نظام لا يعرف مفهوم الدولة الأمة، الدولة التاريخية والعريقة، نظام اللي شافها ديالو اللي سمع بها عنده فيها النص. ما زال رئيس الأركان فيها يظهر في التلفاز الرسمي أكثر من رئيس البلاد، اللي كان اعتبره أنا مجرد موظف عند البوط العسكري مبدع العشرية السوداء. هذا الرد خلى الفقاقير ونظام الحظيرة يشتطط غضبا. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله. Le principe de l'autodétermination, dans son article 6, parle de l'intégrité territoriale. Mais je comprends que mon frère algérien ne peut pas comprendre le sens de l'intégrité territoriale. Parce que son pays, il a à peine 60 ans. Le Maroc, il a des siècles derrière lui. L'État marocain a existé depuis 10 siècles. L'État marocain avait des ambassadeurs dans les cours européennes, au XVe siècle, au XVIe siècle. Où était l'Algérie? N'existait pas. Donc, l'intégrité territoriale, elle est sacrée pour les pays qui ont déjà une histoire, une civilisation, une culture. Mais les pays qui sont nés avec les années 60, 70 ne peuvent pas comprendre ce principe.